أنا اسمي وفاء، عندي 45 سنة، إنما عليها حتة جسم ملوش حل، كيرفي، البطيخ كبير والرمان مشدود، وبصراحة فاخر من الآخر. حتى لما كنت أنزل الشارع كمية معاكسات كتير جدا، اللي يقول يا عسل يا جميل يا قشطة يا وزدة. بصراحة دايما كانوا بيقولوا عليا فرسة وعايزة خيال. المستأجر الجديد، بصراحة أختي كانت الأول موجودة، هي اللي أجرت له الشقة، لأن أنا كنت مسافرة، ولما رجعت فرحت لا بيا ولا عليا، على أساس إن أنا أجمع الإيجار بتاع الشقة بتاعتي. تمام. أنا معايا عمارة كبيرة، من ضمنهم الشخص ده الجديد كان اسمه محمود. محمود ده أختي كانت مأجره له الشقة، لأن وقتها كنت مسافرة. أول ما رجعت طلعت عند الشقة بتاعتي اللي كان فيها المستأجرة، علشان يعني آخد الإيجار بتاعي. أول ما خبطت الباب بعدين فتح لي، كان طول بعرضه، عليه شنب، عليه تسك. بصراحة اتجننت وقطع وسطي، قلت ما شاء الله، جوه نفسي قلت ما شاء الله، كل ده طول. بصراحة لما دخلت جوه الشقة قال لي اتفضلي. هو قلت له عايزة الإيجار. في الأول قال لي انت مين؟ قلت له أنا صاحبة نمارة. قال لي لا والله ما شفتكيش قبل كده، لأن أختك هي اللي جت. قلت له انت اسمك ايه؟ قال لي أنا محمود. قلت له منين؟ قال لي من الأرياف. قلت له بسم الله ما شاء الله عليك، ربنا يحفظك ويسعدك. قال لي انت مين؟ قلت له ما انا قايلالك صاحبة نمارة. قال لي عايزة ايه؟ قلت له عايزة الإيجار. قال لي مش كفاية اللي أنا فيه، أختك أخدت الإيجار قدام ل3 شهور، ومش بس كده، دخلت مني سمسرة كمان. أقصد يعني الشخص اللي جاب لي الشقة بتاعتكم خد مني سمسرة. ده أنا دفعت كتير كتير وأنا لسه يدوب، والله أنا لسه بدور على شغل. تقولي لي يا حبة عيني ما أقول الدرجة دي؟ قال لي وأكتر، ظروفي المادية وحشة شوية. قال لي معلش ارجعي لأختك لأن دفعها وقدم 3 شهور. طبعا أختي لقيت لي إن هو دفع لها ولا أي حاجة، حبت عيني وتطولني، أخدت الفلوس، كان عايزة تعمل لي مشكلة مع الراجل. وفعلا يا جماعة هو دفع، لأن هو كان معاه إيصال إن هو دفع فعلا لأختي. بس طبعا ما حبيتش أعمل شوشرة ولا كلام فاضي. ترى خلاص تمام ماشي عادي ولا يهمك، حصل خير، وأنا مش عايزة منك فلوس طالما أنت اديت الفلوس لأختي. بعد كده يا جماعة كنت ماشية، ولكن فجأة قال استني. قلت له في إيه؟ قال استني هعمل لك كوباية الشاي. قلت له ماشي اعمل. وفعلا يا جماعة دخل المطبخ وعمل لي كوباية شاي، وبعد ما عمل كوباية الشاي قام حال قال لي اتفضلي. شربتها. بصراحة حسيت إن هو إنسان طيب وقلبه أبيض وإنسان كويس، يعني راجل بمعنى الكلمة، ما شفتش منه أي حاجة وحشة. وفجأة يا جماعة أنا عارف على فكرة في مشكلة هنا في البلكونة. قلت له آه. قال لي بما إنك أنتي صاحبة نمارة فالمفروض ترممي في يعني شوية طوب في البلكونة عايزين يترمموا، الحيطة نفسها مشروخة فعايزة ترميم. طب تعالى وريهاني بعد إذنك. وفعلا رحنا في البلكونة ووراني. قلت له آه فعلا تصدق صح، هحاول إن أنا أشوف لك حد مختص يجي يعمل لك المشكلة دي، يعني يصلح لك المشكلة دي. قال لي البركة فيكي وكتر ألف خيرك. وفجأة يا جماعة ألاقي المسايل على الآخر. عمري ما كنت أتوقع أبدا إن ده ممكن يحصل. بصراحة يعني الواد نفسه عجبني. بصوا انتوا طبعا فاهمين. فبصراحة أنا وبتكلم معاه في البلكونة وفجأة ألاقي جارتي اللي قصادي عاملة إيه يا حبيبتي أخبارك؟ طبعا لأني كنت مسافرة فجارتي دي أعرفها بقالي فترة كبيرة. على فكرة هي مستأجرة عندي وبتحبني وتعزني قوي. شاورت لي من الناحية التانية وهو كان موجود المستأجر الجديد. أديني لحظة جيالك عشان أسلم عليا. وفعلا لفت وجات لي نفس الشقة اللي أنا كنت موجودة فيها، اللي هي فيها الجار الجديد. راحت سلمت عليها وكده، قالت لي على فكرة. قلت لها نعم. أخدتني على جنب كده وبصوت أوتي أودنيرلي، على فكرة المستأجر الجديد اللي جاي ده بصراحة زي العسل، راجل بمعنى الكلمة، ما شفتش منه أي حاجة وحشة، والمسايل على الآخر. قال ما هو واضح. وفعلا يا جماعة صاحبتي جت. قلت لها هو انت جيتي تسلمي عليا ولا جيتي عشان خاطر المستأجر الجديد؟ الاتنين يا مفترية. المهم بعد ما جت صاحبتي برضو عمل لها كوباية شاي، وادانا مساحة وفرصة على أساس إن احنا نتكلم مع بعض. وفعلا دخل جوه المطبخ وعمل لها كوباية شاي وتخرجها. فضلنا نتكلم أنا وصاحبتي يمين شمال شمال يمين. صاحبتي بتقولي أنا والله نفسي أتجوزه، خصوصا أن صاحبتي أرملة،
يعني كانت متجوزة وجوزها توفى، فقالت لي نفسي أتجوز وأقعد زيه. بصراحة ما شفتش منه أي حاجة وحشة، فيبقى ليه ما تكلمهوش يا حبيبتي؟ قالت لي والله محرجة ومكسوفة. قلت له مكسوفة من إيه؟ ده عادي يعني حلال، أنت هتتجوزي على سنة الله ورسوله، صح؟ بعد كده يا جماعة فعلا راحت كلمته، خصوصا أنا كنت موجودة. وبعدين رجعت لي تاني، مش قادرة يا حبيبتي أقول اللي حصل، قولي له أنتي كفلتني أنا بالموضوع ده، يا معنى إن أنا أقول له إن هي بتحبه. وبصراحة لما رحت الصالة علشان أصلح معاهم، شفت اللي ما أول مرة أتوقعه أبدا في المطبخ. وبصراحة وقتها ما كنتش قادرة تمالك أعصابي، واللي حصل ما يتوصفش، خصوصا بعد ما قال إن الست صاحبتي بتحبه. لو عايزين تعرفوا اللي حصل هتنتظروا مني الجزء التاني من القصة. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده علشان يوصل لكم كل جديد. بحبكم وبعزكم، ربنا يخليكم ليا يا أحلى وأجمل متابعين في الدنيا كلها. يلا باي بقى.